أهلا بيكم. في عالم الحيوان بتظهر لينا مخلوقات نادرة جدا بتخليك تقف مذهول إنها حقيقية بلونها الأبيض الجميل. عندها طفرة جينية اسمها المهق أو الألبينو. بس نفرق بينها إزاي وبين الحيوان العادي اللي لونه أبيض؟ ده اللي هنقوله في آخر الفيديو. هنشوف النهاردة أغرب وأندر الحيوانات البيضاء في العالم زي الفيل الألبينو وكلب الدوبرمان الأبيض وحتى الطاووس. قبل ما نبدأ رحلتنا يلا نبدأ بذكر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو لسه جديد معانا ما تنساش الاشتراك في القناة. الزرافة الألبينو. الزرافات هي أطول الحيوانات في العالم ومميزة بطولها، في منها المميز بشكله كمان وهي الزرافات البيضاء في كينيا. في تقارير عن وجود زرافتين لونهم أبيض، أم وابنها، شافوهم لأول مرة سنة 2017، وبيقال إن حاليا ابنها بس هو اللي عايش، وبيتم مراقبته وحمايته من خبراء الحفاظ على الحياة البرية بسبب خوفهم عليه لندرته. عادة ما بيكون لون عيون الزرافات البيضة بيكون أزرق بدلا من البني الداكن أو الأسود الموجود في الزرافات العادية بسبب غياب التصبغ. حمار وحشي مهق نادر. الحمار ده تم رصده في تنزانيا في افريقيا بدون اي خطوط او علامات سوداء، واللي وثق الحدث ده للحمار الوحشي لاول مرة هو مصور الحياة البرية اللي اسمه ويلبرد لوكاس. ومن وقتها الحمار ده كان محط انظار عشاق الطبيعة ومحبي الحيوانات حول العالم، لان الحمار الوحشي الابيض ده بيبقى نادر وفريد جدا مع وجود عدد قليل فقط من الحالات المعروفة الموثقة عالميا. وعلى عكس الحمير الوحشية العادية بتفتقر الحمير البيضة دي للتصبغ في جلدها وفروها وعينيها، فده بيديها مظهر جذاب جدا. وبيعتقد الخبراء ان عمرها في البرية بيبقى اقصر عادة بسبب عدم قدرتها على الاختلاط مع فصيلتها. حيوانات الكوالا البيضاء. الكوالا البيضاء دي بتبقى نادرة وفريدة، لكن للأسف بتواجه كتير من التحديات في البرية لأن بيتأثر نظرها بنقص صبغة الميلانين، فبيكون عندها ضعف في الرؤية عشان تلاقي الطعام بتاعها، وكمان ما بتعرفش تتجنب الخطر حواليها. وكان في بعض الحالات الموثقة لكوالا ألبينو، وهي الكوالا اللي اسمها جارة، وده الكوالا الأبيض الوحيد المعروف في العالم واللي عاش في حديقة حيوان سان دييغو وتوفى سنة 1992. كلب الدوبرمان الأبيض. تم تربية كلاب الدوبرمان في الأصل في ألمانيا في أواخر القرن ال19، وتم تسميتها بالاسم ده نسبة لواحد كان بيجمع الضرائب وقتها اسمه لويس دوبرمان، واللي كان عنده كلبه بيوصله دايما للشغل وكان من نفس الفصيلة وكان بيستخدمه ككلب حراسة. فالكلاب دي تم استخدامها ككلاب حراسة وكلاب بوليسية وعسكرية. لكن هل سبق ليك ان انت شفت كلب دوبرمان ألبينو؟ الكلاب دي بتتمتع باهتمام كبير لان في مخاوف بسبب المشكلات الصحية اللي ممكن تواجهها لو هتربيها، وفي بعض المربيين المتخصصين بيربوا كلاب الدوبرمان ألبينو كلهم مع بعض عشان يقدروا ياخدوا نفس الصفة الوراثية ولون شكلها المميز ويجيبوا أولاد صغيرين من نفس السلالة. والكلاب دي ليها شعبية كبيرة جدا لمحبي الكلاب بسبب شكلها الفريد جدا. التمساح الأبيض. حياة التماسيح البيضة ما بتبقاش طويلة جدا للأسف لأنها بتحتاج إنها تندمج مع المحيط بتاعها، وأشهر التماسيح البيضة هو تمساح اسمه جاتر جورج الموجود في أرض الزواحف في بنسلفانيا. التمساح ده هو تمساح أمريكي وهو نوع أصلي في جنوب شرق الولايات المتحدة، موجود في حوض نيوبورت للأحياء المائية في كنتاكي. وكان في تماسيح تانية لكنها مش تماسيح مهق حقيقية، لكنها كانت من نوع النادر برضو. تمساح أبيض ذكر من فلوريدا تم العثور عليه في البرية مع تماسيح تانية ملونة بشكل طبيعي. أما التمساح التاني فهو تمساح مهق مشهور جه من حديقة حيوان في برشلونة لكنه مات في النهاية في عام 2003. الدولفين الأبيض. في يوم زفاف سنة 2023 وفي رحلة بحرية عشان يشوفوا الحيتان ظهر دولفين ألبينو. الحدث ده كان في جنوب أفريقيا، وقال قائد القارب اللي اسمه لويد إدوارد إنه لما شافه كان شبه
مخلوق شبحي زي وميض أبيض ظهر وسط مجموعة من حوالي 200 دولفين، كانت عينه مقفولة، ما قدروش إنهم يعرفوا إن كان لونها أحمر أو لأ، لكن معظم الخبراء اتفقوا على إنه كان دولفين ألباينو. ومن المدهش بقى إن المهق بتاعه ده معرضش حياته للخطر بدليل وجوده وسط باقي الدلافين العادية، وكمان الدلافين عندهم عدد قليل من المفترسين ليهم، فلونهم مش هيأثر قوي عليهم. الفيل الأبيض، في 2 مشهورين للفيلة البيضاء بينهم تقريبا قرن من الزمن. أكترهم شهرة هو فيل بورما اللي تم أسره في البرية في أواخر القرن ال19، وكان رمز للقوة والحظ في بورما، وفي النهاية أهدوه لملك تايلاند، قضى هناك بقية حياته المتقاعدة في القصر الملكي. أما الفيل الأبيض التاني كان اسمه موتي، اتولد في حديقة سفاري سنة 1991، ومن عجائب الطب بقاؤه على قيد الحياة بالرغم حالته الوراثية، واتقال إنه عاش لأكتر من عقدين من الزمن قبل ما يموت سنة 2018. البومة البيضاء، البومة دي بومة بيضاء نادرة بعيون لونها أحمر، جذبت اهتمام كتير من الناس حول العالم لما اكتشفوها. بعض الخبراء بيقولوا إنها ممكن تكون بومة بيضاء ثلجية. البومة البيضاء دي ممكن تواجه تحديات كتير في البرية ومخاطر بسبب نقص التمويه الطبيعي اللي عند البومة العادية، والحساسية كمان للتعرض لأشعة الشمس، وكمان الحيوانات المفترسة. ومع ذلك فهي لسه قادرة على التكيف والبقاء في بيئتها، وعندها لسه ميزة مهمة جدا، إنها تقدر تخوف الحيوانات المفترسة بنظرتها الحادة وعيونها الحمراء اللي بتطق الشرار دي. تخيل تفتح البلكونة تلاقيها في وشك بتبرق لك بالنظرة دي بعيون حمراء موجودة في رقبة بتدور 360 درجة. يا ترى لو شفتها هتعمل ايه؟ الطاووس الأبيض، الطاووس ده نادر جدا، وهو عبارة عن أشكال مختلفة من الطاووس الأزرق الهندي الأصلي في جنوب آسيا. وفي بعض الحقائق المثيرة عن الطاووس الأبيض، وهو إن كل ريشه أبيض تماما وعيونه زرقاء جميلة. الطاووس الأبيض غير متكيف جدا مع الحياة في البرية، لأن بيتم ملاحظته بسهولة من الحيوانات المفترسة. أحيانا بيتم الاحتفاظ بيهم وتربيتهم كحيوانات أليفة غريبة، ولو اتجوز الطاووس الأبيض ده مع شريك عنده نفس الصفة الوراثية ممكن يطلعوا طاووس تاني ألباينو. شكله جميل جدا، سبحان الله. ناس كتير ممكن تخلط بين فكرة الحيوان اللي لونه أبيض والحيوان المصاب بالمهق أو الألباينو. الفرق بينهم كبير. الحيوان الألباينو ده حيوان ما عندوش أي صبغات خالص في جسمه، وده اللي بيخلي لون عينيه أحمر أو وردي، وبيكون حساس جدا للشمس وعنده ضعف في النظر. أما الحيوان العادي اللي لونه بس أبيض ده غالبا بيكون عنده نقص في الصبغات في شعره وجلده بس، لكن لون عينيه بيكون طبيعي، يعني لونها أسود أو بني أو أزرق، وعادي بيتقبل الشمس. باختصار بمجرد رؤية العينين هتقدر تفرق. لون العين الأحمر هو حيوان ألباينو، أما لون العينين ملونين طبيعي فده حيوان لونه أبيض بس نادر من نوع تاني. بكده يبقى انتهت رحلة النهاردة في عالم الحيوانات البيضاء النادرة. استنوا الجزء التاني والتالت وحيوانات بيضاء أكتر جمال وغرابة. اكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر حيوان عجبكم النهاردة، وهل صادفت وشفت في الحقيقة حيوان زيهم؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، لان ده بيساعدنا نوصل لناس اكتر. فدعمونا باشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان لسه في مفاجآت في انتظاركم. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.